قصتي مع الميمة النصابة وبنتها. السلام، أنا سميتي أمين، 31 سنة، خدام في واحد الشركة، وبلا ما نذكروا الاسم ديالها. كنعيش مع والديا وأنا هو اللي عندهم. كنعيش في مدينة الدار البيضاء، وكل شي عارف كازا والزحام اللي فيها، وهاد الزحام كيخليك تعرف بناس جداد يوميا. وكأي شاب في السن ديالي ما كاينش غير الخدمة، كاين لاصال والسهير والسفر. عايش حياتي بالطول وبالعرض، والحمد لله ما عندي حتى شي بليه، وصحتي هي كل شيء، وكنخاف نفقدها بسبب البليه. نهاري كيبدا مع الصباح، كنفيق كنفطر كنلقى الوالده مسكينه موجده ليا الفطور، وكنجلس نفطر انا وياها. وعلى فكره انا الوالده فاهمين بزاف، وكنعتبرها بحال شي صاحبتي. كنسالي فطوري كنمشي للخدمه في الترام، ومع خوكم زهواني شويه والترام كيكون عامر. كل صباح كنشوف التيتيز اشكال وانواع. كنوصل للخدمه كنسلم على الناس اللي خدامين معايا، وكنحيد الضحك في الخدمه حيت عندي شخصيه اخرى. داخل سوق راسي وما كنفتح علاقات مع الناس ديال الخدمه، علاقتي بهم محدوده في السلام والخدمه والاتقان مزيان صراحه. كنسالي خدمتي كنرجع للدار كنبدل حوايجي كنجلس مع الوالده والوالد نشربوا كويس ديال العافاي، وموراها كنخرج مع الدراري عشراني للقهوه وكنسهروا في شي قنت. وعلى فكره عشراني مسمين عليا عاشق الميمات، حيت خوكم كيعجبو غير الميمات اللي بين 30 و 45 سنه، وهما النقطه ديال ضعفي. وما عنديش مع البنات الصغار. الفيسبوك عندي عامر غير ميمات، هاد اللي مطلقه، هاد اللي ارمله، هاد اللي عمرها تزوجات. وكاع علاقاتي اللي دوزت اغلبيه ميمات، حتى تبليت بيهم حتى لواحد النهار مليت منهم وجاني فضول نتعرف بشي بنت تكون صغيره وما عارفه والو. سمعت صحابي كلهم كيتعرفوا على دريات من تطبيق تيندر، حتى انا دخلته عندي وما فهمت فيه والو في الاول، واخا خوكم قاري شويه. بقيت مضارب معاه حتى فهمته، لكن كيطلع ليا غير الدريات فوق 20 سنه، وانا بغيت نتعرف بشي وحده صغيره. بقيت ايام كندخل ليه وكنقلب حتى لواحد النهار كطلع لي واحد البنت عندها 17 سنه. صيفط لها جادوغ وهي تردها ليا، وهضرت معاها وقلت لها السلام عليكم وعرفت براسي. وجاوباتني وقالت لي انا اسماء من كازا، كنقرا في السيزيام. قلت لها مشرفين. بقينا داوين شويه وهي تولي تجاوب اوديو، والصراحه صوتها زوين، ولكن باينه ساكنه في شي حي شعبي، حيت كنسمع حداها صوت الصداع والبيعه والشرايه وتخسر الهضره. المهم بقينا هادرين يوميا، كنسول فيها وكنتعرف عليها، وباينه مزعوطه فيا حيت كتبقى تصيفط ليا تصاورها. والصراحه انا بديت كنولفها وكنعرف عقليتها، لقيتها متفتحه وقلت مع راسي هادي ما غاديش نلقى معاها مشكل فاش غادي نبغي نعس معاها شي نهار. مع الوقت بدات كتعاود ليا على حياتها الشخصيه، ومسكينه باها ميت وغير امها اللي كتصرف عليها، كتخدم في الديور، وامها مازال باقا صغيره وامي ما زوينه. صراحة باينة كيطمعوا فيها في الديور اللي كتخدم فيهم، حيت امها عندها واحد الفورمة واعرة، حيت مصيفطة لي التصاور ديالها هي وماماها. عندها خوها صغير. المهم ساكن عايشين في الفقر، والصراحة بقات فيا. مع الوقت بديت كنولفها، وكنت كنقول مع راسي عمري نتصاحب ولا نبغي شي درية صغيرة، حيت كانوا كيعجبوني غير الميمات. واحد النهار اقترحت عليها نخرجوا لشي كافي حدا البحر ونتعرفوا في الواقع. قالت لي ما نقدرش حيت ماما كاينه في الدار. قالت لي عرفتي، خلي حتى نهار الجمعه كتكون خدامه عند واحد المراه، ونغيب المدرسه ونخرجوا، لكن ما نتعطلوش. قلت لها ما تخافيش ما غاديش نتعطلوا. وصل الخميس حسنت وقادت راسي ومتشوق وفي نفس الوقت متوتر، حيت اول مره غادي نتعرف بشي دريه صغيره وقصيره، حيت مولف غير المهمات. المهم وصل داك نهار الجمعه وخرجت من الخدمه قبل من الوقت. عيطت ليها وقلت لها فينك. قالت لي انا عاد غادي نخرج من الدار. وريتها فين تنزل وبقيت كنتسنى واحد الساعه تقريبا. شويه كتبان ليا نازله من الترام، والصراحه كتبان حسان من التصاور. سلمت عليها وقلت لها واش نتمشاو شويه ولا ندخلوا للقهوه نيشان. قالت لي اللي بغيتي، وكتبان حشمانه وخايفه. قلت لها مالك حشمانه؟ قالت لي غير حيت ما مولفاش نخرج مع الدراري، هذه اول مره. الصراحه قلت مع راسي زوين انني نكون انا الاول في حياة شي بنت ونطلعها على يديا. تمشينا شويه جنب البحر وغاديين وكنهضروا وكنضحكوا، وهي تسولني علاش انت ما مصاحبش. قلت لها غير مازال ما لقيت البنت اللي تفهمني، وانا صعيب شويه ومغيار، وقليل البنات اللي يصبروا ليا. قالت لي انا كيعجبني راجل مغيار وحرش، ماشي من هاد الرطيطبين اللي ولاو. بقينا هاضرين شويه ودخلنا لواحد الريستو، حيت قالت لي مازال ما تغديتش. شدات المونيو وبقات كطلب، وانا نقول مع راسي هذه واقيلا شي طماعه. شويه وانا نقول مسكينه راه على قد الحال. تلقاها عمرها خرجات لشي ريستو، وبقات كتاكل وكاع ما كتهضر معايا. ومع سالات طلبات عاوتاني عصير، شرباتو وهي تقول لي شكرا كان فيا الجوع. قلت لها مرحبا، زيدي طلبي شي حاجه الا كنتي باغاها. قالت لي لا صافي شبعت وخصني نمشي، حيت ماما قريبه تجي للدار، ولا تعطلت على الدار ماما غادا تقتلني.
صافي خلصت ونضنا مشينا، سلمت عليها من الوجه، الصراحة رطبة بزاف وزوينة، تمنيت أنني ما نطلقش منها ملي سلمت عليها، وأنا نقول ليها ضروري أننا خصنا نعاودو نتلاقاو، قالت لي ضروري، ومع وصلت للدار لقيتها مصيفطة ليا ميساج فيه شكرا، والصراحة انت ظريف وزوين. قلت لها شكرا، شوية عيط عليا فيديو راه توحشت نشوفك. قالت لي اويلي راك عاد شفتيني قبيله. قلت لها مازال ما شبعتش منك. قالت لي تتنعس ماما ونصوني لك. مشيت وتعشيت وبقيت كنتسناها تصوني، ومع ديك ال11 صونات ليا، جاوبتها وناري اشنو لابسه، لابسه واحد الكسوه سترها تقريبا كله باين، ما نكذبش عليكم. تمنيت كون خرجت من التليفون. قلت لها تعشيتي؟ قالت لي وفيا النعاس، غير درت معاك الكلمه داكشي علاش رجعت. قلت لها جاتك الكسوه زوينه؟ قالت لي غير كنعس بها. قلت لها خصنا نعاودو نتلاقاو. قالت لي تتجي الفرصه حيت ما نقدرش نخرج وماما كاينه في الدار. قلت لها واش ماما قبيحه لهاد الدرجه؟ قالت لي لا، غير ما كتبغينيش نخرج وصافي. وقلت مع راسي هادي بنت دارهم، وانا اول واحد غادي ندير فيها ما بغيت، وكتبان مازال ما عارفه والو. المهم مشات نعسات وانا ما قدرتش نعس ديك الليله، بقيت غير كنفكر كيفاش نقنعها باش تمشي معايا للدار. المهم دازت ايام وحنا كنهضروا يوميا تقريبا، حتى لواحد النهار قنعتها باش نعاودو نخرجو نشوفها. قلت لها عارض عليك، وصراحه بزز باش وافقات. ومع خرجنا زعمت وشديت ليها في ايديها وبقينا غاديين كنتمشاو وحنا نجلسو، وما حسيت حتى لقيت راسي بزتها، وكنحسها عجبها الحال وحشمات بزاف، كتبان ليا مزنقه. مني رجعت لدارهم وهي تصيفط ليا باللي ديك البوسه خلاتها تحس بشي احساس اول مره تحسو، وقالت لي ما كرهتش تكون زدتي بالسيني، غير حشمت نقولها لك. قلت لها راه غير حيت الزنقه نخاف نبقى نبوسك حتى يوقفوا علينا البوليس وغادي نوليو مفضوحين. قلت لها الحل هو نكونوا في شي بلاصه خاويه فيها غير انا وياك، وغادي ندير لك شي حاجه اللي عمرك حسيتي بها. وقالت لي فين كاينه هاد البلاصه الخاويه؟ وانا نقول مع راسي نقول ليها شي بلاصه بعيده باش ما تزعمش، ونقول ليها الدار راها قريبه. وفعلا داكشي اللي كان. قلت لها هاد البلاصه كاينه في الخرجه ديال كازا، وإلا مشينا غادا تعطلي شويه، حسن اننا نمشيو للدار قريبه ودغيا ترجعي. انا قالت لي عمري مشيت مع شي ولد للدار ونخاف على راسي. قلت لها انا عارفك مازال بنت، وانا ما غاديش ناديك اصلا، غير غادي نجلسو جلسه رومانسيه وصافي. قالت لي تنفكر ونرد عليك. بقات ايام وايام وهي كتفكر، وانا يوميا كنقنع فيها، حتى جا داك النهار اللي وافقت فيه وقالت لي انا قابله، لكن عندي شرط وهذا الشرط صعيب. قلت لها شنو هو هذا الشرط؟ قالت لي ما غاداش نحيد حوايجي. قلت لها موافق، ودرنا باش نتلاقاو مورا الجوج. نط قديت بيتي ودوشت، ونيت الدار كانوا خارجين والدار خاويه. مع وصلات دخلات، كتبان ليا مسكينه خايفه وحشمانه. مع دخلنا حطيت لها شويه ديال السقاطه وبقيت غير جالس حداها حتى ترتاح عاد ندير شي حاجه. بقينا هكاك شي ساعه شويه وانا نعنقه وما عقلنا على راسنا حتى لقينا راسنا عريانين. واحد شويه حتى كطرا المفاجاه، كنسمع الدقان بالجهد وكيقولوا لي حل البوليس. شداتني واحد الخلعه ما نقولش لكم. لبست حوايجي بالزربه وحليت وانا غادي نتصدم صدمه العمر. لقيت البوليس وامها هي اللي جايباهم. بقيت غير مصدوم وحال فمي. دفعوني ودخلات هي مشات كضرب في بنتها، وانا دوك البوليس كيقولوا لي لبس حوايجك ويلاه معانا. وانا شداتني واحد الخلعه كنقول مع راسي مستقبلي ضاع، والوالده غدا سطة حيت انا اللي عندها. دخلت للبيت باش نلبس حوايجي وكانت البنت هي وامها. شويه وهي تسد امها الباب وجات لعندي قالت لي غادي تخرج على مستقبلك، وانا بنتي راها قصيره ما غاداش تمشي للحبس، الا تفاهمتي معايا غادي نتنازل لك. قلت لها كيفاش؟ قالت لي غادا تعطيني 1,500,000 وغادي نفكك. وانا مع الخلعه ما فكرتش. قلت لها واخا، ولكن الفلوس راه عندي في البنكه وهادو واقفين لين هنا، كيفاش غادي نخرج؟ قالت لي انا كنعرف واحد فيهم، غادي نطلبوا عليك وسير ما تعطلش، الا تعطلتي دبر راسك. وداك الشيء اللي كان. خرجت مشيت كنجري للبنكه، والمشكل هو لقيتها عامره وراكم عارفين الابناك. طلبت واحد السيده قدامي ومن زهري خلاتني ندوز. دزت وخديت الفلوس ورجعت كنجري. دخلت للدار وعطيتهم ليها بيني وبينها، وقالت لي انا غادي نتفاهم معاهم. مشات هضرات معاهم شويه ويكتب لي شدات بنتها ومشات. عرفتو باش حسيت بديك اللحظه؟ حسيت براسي تولدت من جديد الصراحه. كنت غادي ندمر مستقبلي بغلط تافه فحال هذا. شويه وانا نعيط للدري عشيري وقلت ليه البلان اللي وقع ليا، هو يبقى كيضحك. قلت ليه مالك كضحك؟ قال لي راه نصبوا عليك، حيت هذه طريقه ولا جديده كيديروها الميمات ببناتهم اللي باقيين قاصرات، حيت عارفين القاصره ما كتمشيش للحبس. وهذوك اللي جابت معاه راه غير كتعرفهم. واش كاين شي بوليس غادي يشدك ويطلقك بلا ما يدير معاك محضر على الاقل؟
انا حسيت بواحد الشمته وواحد القلب اللي معمرني حسيت به. تنصب عليا في رزقي اللي ضارب عليه تماره. في الاخر غادي نقول لكم الدراري بعدهم من القصيرات راه فيهم غير المشاكل. وقبل ما تسالي هاد القصه بغيت رايكم في شنو القصه الجايه اللي تبغي نعاود لكم. واش قصتي مع المهمه الساديه، ولا قصتي مع الاستاذه، ولا قصتي مع المنقبه؟ الا عجبكم هذا الفيديو ممكن ديروا واحد لايك، وحتى الا ما عجبكمش ممكن ديروا ديسلايك وتقولوا لنا شنو الحاجه اللي ما عجباتكمش في كومونتير. شكرا، وإلى اللقاء، تهلاو.